فلنستقبل ونحييه بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا رب على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء، لا سيما علماءنا العاملين بالخصوص الحوزة العلمية الناطقة بالحق، لا سيما سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله بهذا المصاب الجلل، ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسيني عليه السلام. نعبر عن ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لطاعة واحترام لا إله إلا الله الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لطاعة واحترام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لطاعة واحترام الإمام الحسيني عليه السلام الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عدوهم. إلى الأخوة المصلين القادمين الداخلين إلى المسقف لإداء صلاة الجمعة، أرجو منهم أن يتقدموا إلى الأمام ليسدوا الفراغات، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. املأوا الفراغات جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من أرجوه لكل خير يا الله، وآمن سخطه عند كل شر يا الله، يا من يعطي الكثير بالقليل يا الله، يا من يعطي من سأله يا الله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. يا الله، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، يا الله، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، يا الله، فإنه غير منقوص ما أعطيت، يا الله، وزدني من فضلك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول. حرم شيبتي على النار. وصل يا رب على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عدوهم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم هي ذكرى مدفن أو دفن جثمان الإمام الحسين الطاهر سلام الله عليه. اليوم الجمعة يصادف دفنة الإمام الحسين كما تعلمون، فأحببت أن أقرأ عليكم قصة مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، ليس كاملا وإنما أبدأ من مقتله سلام الله عليه، لأن المقتل يطول به المقام ربما 3 ساعات أو أكثر. حتى نختصر الوقت
أحببت أن أقرأ عليكم هذه الكلمات، كلمات مقتل الإمام الحسين أو قصة مقتل الإمام الحسين. نبدأ من مقتله عندما خرج إلى القتال سلام الله عليه. وهذه الروايات نقلناها كما هي من دون تنقيح أو مناقشة في الروايات، ربما فيها كلام الروايات نعم كما ناقشها المولى المقدس الصدر رضوان الله تعالى عليه. اليوم نقرأها كما هي. أرجو من الأخوة السامعين والحاضرين أن لا يشكلوا هكذا أنه الرواية هكذا أشكل عليها السيد الشهيد، لا، اليوم نقرأها كما أنزلت كما جاءت في الروايات. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. اذكروا قائم آل محمد وتقدموا وساووا صفوفكم. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اليوم هو يوم المصيبة، اليوم هو يوم البكاء، اليوم هو يوم عزاء على سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فاستمعوا والتفتوا إلى مصيبته سلام الله عليه. وكلكم سمعتموها أو قرأتموها، إلا أن في إعادتها إفادة إن شاء الله. لما آيس الإمام الحسيني عليه السلام من أصحابه بعد أن رآهم جثثا مرموحين على الرمضاء، أقبل إلى الخيمة وصاح: يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا فلانة، هل ممن عليكن مني السلام؟ فهذا آخر العهد واللقاء في الجنة. فخرجن النساء وأحدقن بالحسين من كل جانب وأمسكن بشكيمة فرسه. هذه تقول إلى أين يا حمانا؟ وتلك تقول إلى أين يا رجانا؟ أقبلت أخته زينب عليها السلام وقالت: أخي كأنك استسلمت للموت. قال لها: أخي وكيف لا يستسلموا للموت من لا ناصر له ولا معين؟ ولكن أخي إذا أنا قتلت فلا تخمشي علي وجها، ولا تضربي علي صدرا، ولا تشقي علي جيبا، ولا تدعي بالويل والثبور. قالت: أخي أفأشاهد مصرعك وأبتلي بهذه المذاعير من النساء والأطفال؟ ليت الموت أعدمني الحياة. يا كمالة الباقين ويا بقية الماضين. فقال لها: أخي تعزي بعزاء الله، إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني، وقد مات أبي وهو خير مني، وقد مات أخي وهو خير مني. فصاحت السيدة زينب سلام الله عليها: واتت له هذا الحسين ينعى نفسه. ثم وقعت بكما عليها. نزل الحسين من على ظهر فرسه فأخذ برأسها ووضعه في حجره وجعل يمسح على قلبها وهو يقول: اللهم اربط على قلبها بالصبر. ثم نظر الحسين سلام الله عليه في صفوف النساء قال: أم كلثوم أخي ما لي لا أرى ابنتي سكينة؟ يسأل عن سكينة سلام الله عليه. فقالت له أم كلثوم: أخي سكينة جالسة في الخيمة تبكي. فأقبل إلى الخيمة وإذا بسكينة واضع رأسها بين ركبتيها حزينة باكية. جلس الحسين عندها جعل يمسح على رأسها بيده وهو يقول: سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي
دمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا أخيرة النسوان. رفعت سكينة رأسها إليه وقالت: أبا كأنك استسلمت للموت. قال: بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر ولا معين؟ قالت: أبا إذن ردنا إلى حرم جدنا. قال: بني هيهات، لو ترك القضاء لغفى ونام. ثم ركب جواده فأقبلت إليه سكينة عليها السلام وقالت: أبا إن لي إليك حاجة. قال عليه السلام: وما حاجتك يا بنتاه؟ قالت: حاجتي أن تنزل من على ظهر فرسك. نزل الحسين عليه السلام من على ظهر فرسه، دنت منه سكينة، أخذت يده وجعلت تمسح بها على رأسها. فعرف الحسين ما تقول سكينة، تريد أن تقول: أبا بعد ساعة سأكون يتيما لا أجد من يمسح على رأسي. وبعدها ركب الإمام الحسيني عليه السلام جواده فأحط النساء به كالحلقة، هذه تقبل يده وهذه تقبل رجله، فجعل يودعهن وهو يقول: الله خليفتي عليكن. ثم توجه إلى الميدان. سار قليلا وإذا بالنداء من خلفه: أخي حسين، قف بنية. فالتفت إلى ورائه وإذا هي أخته زينب عليها السلام. عاد إليها الحسين عليه السلام وقال: أخي ما تريدين؟ قالت: أخي انزل من على ظهر جوادك. فنزل الحسين، دنت منه وقالت: أخي اكشف لي عن نحرك وصدرك. كشف الحسين عليه السلام لها عن نحره وصدره، فقبلته في صدره وشمته في نحره، ثم حولت وجهها إلى جهة المدينة وصاحت: أماه يا زهراء، لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة. فقال الإمام الحسين عليه السلام: أخي أية وديعة وأمانة؟ قالت: أخي اعلم أنه لما دنت الوفاة من أمنا الزهراء دعتني إليها فقبلتني في صدري وشمتني في نحري، ثم قالت لي: بني زينب، الزهراء توصي زينب سلام الله عليها، ثم قالت: بني زينب، هذه وديعتي عندك إذا رأيت أخيك الحسين بأرض كربلاء وحيدا فريدا فشميه في نحره فإنه موضع السيوف، وقبليه في صدره فإنه موضع حوافر الخيول. فلما سمع بذكر أمه الزهراء عليها السلام هاج به الحنين إليها. بعدها سار الإمام الحسين عليه السلام نحو ميدان القتال شاهرا سيفه، ثم حمل على ميمنة القوم وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنتني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ثم حمل على الميسر وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. أخذ يحمل عليه السلام عليهم فينكشفون من بين يديه، فصاح عمر بن سعد لعنه الله وأخزاه صاحب الجيش: ويلكم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فقالوا: لعنهم الله، إذا ماذا نصنع؟ قال عليه اللعنة: ويحكم احملوا عليه حملة رجل واحد. فحملوا عليه حملة رجل واحد، فكان عليه السلام
يشد عليهم ويبعدهم عن مخيمه، ثم يعود إلى موقفه أمام البيوت أي أمام المخيم، وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال بعض الأعداء لعنهم الله: والله ما رأيت مكثورا قد قتل ولده وأهل بيته وإخوته وأصحابه أربط جأشا من الحسين، شهادة العدو، ولا أمضى بنان منه، ولقد كانت الرجال تشد عليه سلام الله عليه فيشد عليهم، وقد تكاملوا 30,000 وهو رجل واحد فيشد عليهم فينهزموا بين يديه انهزام المعزى إذا شد بها الأسد. عندما أضر العطش في الإمام الحسيني عليه السلام أراد أن يصل إلى المشرعة، فحمل على الجيش وكشفهم عن الفرات، فلما مد يده إلى الماء ليشرب مد الفرس رأسه إلى الماء، فالتفت الحسيني قائلا: يا جواد أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. فكأن الفرس قد فهمت كلام الإمام الحسيني عليه السلام، فرفع رأسه عن الماء كأنه يقول: لا أشرب حتى تشرب أنت. فمد الحسين يده واغترف من الماء غرفة وأدنى الماء من فمه، فجاءه سهم من الأعداء في حلقه فامتلأ كفه دما، فرمى الماء وانتزع السهم ومد يده ثانية ليشرب، فناداه لعين من القوم: يا حسين أتلتذ بالماء وقد فتكت حرمك؟ فلما سمع الحسين عليه السلام رمى الماء من يده وخرج من المشرعة، وإذا بالخيام سالما وما استطاع أن يعود إلى المشرعة خوفا على حرمه، فنادى: يا قوم اسقوني شربة من الماء فقد تفتك كبدي من الظمأ. فأجابوه: يا حسين لن تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. فقال الإمام الحسيني عليه السلام: أأنا أرد الحامية؟ لا والله، بل أرد على جدي رسول الله وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وانتهكتم من حرمتي. فصاح ابن سعد لعنه الله: ما تنتظرون بالرجل ثكلتكم أمهاتكم، احملوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. نكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله. حسين الضحى لأجل الدين يشهد ليوم الطب. حسين الضحى لأجل الدين يشهد ليوم الطب. يا هل ما يعرفوا حسين هاي الناس كل الناس باسم حسين تشرف ابن بنت الرسول. على صدر جدة نزل المصحف. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ورجل والآل حجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ورجل والآل حجهم. أنا قلت قبل أن يحضروا أكثر المصلين لم يكن حاضرا. اليوم أقرأ عليكم جزء من قصة مقتل الإمام الحسين، يعني برواياتها بدون تنقيح ولا إشكالات ولا أي شيء، كما أنزلت هذه الرواية أو كما أتتنا هذه الرواية، لأن المحل ليس محل إشكال أو تنقيح أو ما شابه ذلك. فأكمل إن شاء الله أو أتم هذه القصة، قصة الإمام الحسين، مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته وخيره ودعاءه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فصاح ابن سعد لعنه الله: ماذا تنتظرون بالرجل ثكلتكم أمهاتكم احملوا عليه. فأحاطوا بالإمام الحسين سلام الله عليه من كل جانب وافترقوا عليه 4 فرق: فرقة بالسيوف، وفرقة بالرماح، وفرقة بالسهام، وفرقة بالحجارة. فكثرت جراحاته سلام الله عليه وأعياه نزف الدم، فوقف ليستريح وقد أعياه الضعف، فأخذ أبو الحتوف الجعفي لعنه الله حجرا ورمى به الحسين فصك به جبهة الحسين سلام الله عليه، فسالت الدماء على وجهه الشريف، فرفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن وجهه وعينيه، فأتاه سهم محدد مسموم له 3 شعب وقع على قلبه، فصاح الإمام الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. فكلما أراد الإمام الحسين أن ينزع ذلك السهم من موضعه لم يتمكن سلام الله عليه. انحنى على قربوس سرج فرسه ثم استخرج السهم من قفاه، يعني دفعه وأخرجه من قفاه من ظهره، فانبعث الدم كالميزاب، فوضع كفيه تحته ذلك الجرح، فلما امتلأ دما رمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ثم وضع كفيه ثانية، فلما امتلأ الدم خضب به عمامته ووجهه ولحيته المباركة وهو يقول: هكذا أكون حتى ألقى جدي وأنا مخطوب بدمي مغصوب علي حقي. بعد هذا انهارت قوى سيد الشهداء بسبب ذلك السهم اللعين المثلث المسموم، ما استطاع سلام الله عليه البقاء على فرسه، مال ليسقطوا من على ظهر الجواد إلى الجهة اليمنى، فمال الجواد معه لكي لا يسقط، فمال الحسيني ليسقط على الجهة اليسرى، فمال الجواد معه لكي لا يسقط. فالتفت الإمام الحسيني عليه السلام قائلا: يا جواد، لا طاقة لي على الجلوس على ظهرك، دعني أسقط على وجه الأرض. فكأن الجواد قد فهم كلام الإمام الحسيني سلام الله عليه حينها مد الفرس يده ورجليه حتى ألصق بطنه على الأرض، ثم أنزل الحسين برفق ولين وجعل يقوم حول الإمام الحسين، فصاح عمر بن سعد لعنه الله: علي بهذا الفرس فإنه من جياد خيل النبي. فركب في الفرسان في طلبه فصار يرمح بيديه ورجليه، فصاح اللعين عمر بن سعد: دعوه لننظر ماذا يصنع. فلما أمن الفرس الطلب أقبل حتى وصل إلى مصنع الحسين، وصار يجمع العنان بفمه ويضعه في كف أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فكأنه يريد من الإمام الحسين أن ينهض. فلما آيس من نهوض الحسين أراد أن يخبر العائلة بمصنع الحسين، فجعل الفرس يلطخ وجهه وناصيته بدم الحسين. حينها كانت النساء في المخيم ينتظرن عودة الحسين بعد أن خفي صوته، فقالت إحداهن: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. قالت الأخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. فقالت السيدة زينب عليه
بينما هن في هذا الكلام وإذا بالفرس أقبل نحو المخيم يصهل صهيلا عاليا. فلما سمعت السيدة زينب عليها السلام صهيل الجواد التفتت إلى سكينة وقالت: عمه، هذا أبوك الحسين قد أقبل، قومي لاستقباله. قامت سكينة إلى باب الخيمة لتستقبل أباها، وإذا بالفرس خال من الحسين عليه السلام ملطخ بالدماء ملوي السرج. لطمت سكينة وجهها وصاحت: عم زينب، لقد قتل والله والدي. صارت النساء محجبة بالفرس وهو مطأطئ برأسه إلى الأرض، ثم توجه إلى الميدان فتبعته بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، فصار الفرس دليلا لهن. السيدة زينب، سكينة، رقية، وأم كلثوم وباقي بنات الإمام الحسين ونسائه عليه السلام أقبلن في أثر الجواد حتى وصلن إلى مصنع أبي عبد الله الحسين، وإذا الحسين يتخلف على وجه الرمال يمد يمينا ويقبض شمالا يناجي ربه: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرضا لما مال الفؤاد إلى سواك. إلهي، وفيت بعهدي، إلهي، هذه رجالي في رضاك. ذبائح أقبلنا النسوة أحق بالحسين، السيدة زينب عند رأسه، سكينة عند رجليه، أم كلثوم، رقية، باقي النساء أحق بالحسين من كل جانب. حينها السيدة زينب عليه السلام مدت يدها تحت ظهر الحسين، رفعته حتى أسندته إلى صدرها، ثم رفعت طرفها نحو السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم أعادت الإمام الحسين عليه السلام إلى مكانه، لكن الحسين لا يتكلم، فقالت له زينب سلام الله عليها: أخي كلمني بحق جدنا رسول الله، أخي كلمني بحق أبينا أمير المؤمنين، أخي كلمني بحق أمنا الزهراء. حينها فتح الإمام الحسين عليه السلام عينيه وقال: أخي زينب، لقد كسرتي قلبي وزدتي كربي، أخي ارجعي إلى الخيمة واحفظي لي العيال والأطفال. قيل فرجعت النساء، ولما همت الحوراء زينب الرجوع وإذا بقولي ابن يزيد لعنه الله أقبل يريد ذبح الإمام الحسين عليه السلام، لكن لما نظر الإمام الحسين إليه ارتعش بدنه ورمى السيف من يده وولى خائفا. ثم جاء لعين آخر فنظر إلى الإمام الحسين، نظر الإمام الحسين إليه فارتعد وولى أيضا. وهكذا كلما جاء أحد ينظر إلى الحسين فيرتعد ويولي هاربا. فبعث ابن سعد لعنه الله في الجيش قائلا: فتشوا هل تجدون في الجيش كاتبا أو كتابيا لا يعرف الحسين ولا يعرف محمد بن عبد الله ولا يعرف علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يذبح الحسين؟ ففتشوا فوجدوا رجلا من النصارى، فبعثه عمر بن سعد قائلا: خذ هذا السيف وانطلق إلى ذلك الصريع وأتنا برأسه. فأقبل ذلك الرجل حتى دنا من الحسين، فعرف الحسين أنه من النصارى، فقال له: أي الحسين؟ قال له: أخ النصارى، هل قرأت الإنجيل؟ قال: نعم. قال: أقرأت الاسم الفلاني والفلاني؟ قال: نعم. فقال الإمام الحسين: أتعرف من هم أصحاب هذه الأسماء؟ قال: لا، ولكني أعلم أن النصارى يحترمونها ويقدسونها. فقال الإمام الحسين عليه السلام: أما الاسم الأول فهو اسم جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الاسم الثاني فهو اسم أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال النصراني: أنت الحسين بن علي بن محمد بن بنت محمد؟ فتعجب النصراني فقال: أنت الحسين بن بنت محمد؟
قال الحسين نعم. فقال النصراني سيدي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك عبده ووليه. فقال له الإمام الحسين عليه السلام إذن خذ سيفك وذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما هم كذلك وإذا بالشمري لعنة الله عليه قد أقبل إلى الحسين عليه السلام، هذا والسيدة زينب عليه السلام منكبة عليه وتبكي، وإذا بكعب الرمح، هاي في رواية منكبة عليه، هي رواية حقيقية ذهبية، وإذا بكعب الرمح بين كتفي السيدة زينب واللعين يقول لها قومي عنه يا زينب. قالوا وقعت السيدة زينب مغمى عليها، فلما أفاقت وإذا برأس الإمام الحسيني على رأس الرمح، وإذا بشديد الإمام الحسين بشيبة الإمام الحسين مخضوبة بدمائه، فصاحت وأخاه وحسينا، صيحوا معي وحسينا وإماما. وفي رواية أخرى أنه عندما قال الإمام الحسين عليه السلام للسيدة زينب عليه السلام أخي ارجعي إلى الخيمة واحفظي لي العيال والأطفال، فتركته السيدة زينب وعادت إلى الخيمة فرأت الكون قد تغير، فأقبلت إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ابن الإمام الحسين عليهم السلام وقالت يا ابن أخي ما لي أرى الكون قد تغير. قال عم زينب ارفعي طرف الخيمة، فرفعت السيدة زينب عليه السلام طرف الخيمة، فنظر الإمام زين العابدين إلى أبيه الإمام الحسين عليهم السلام نحو المعركة مليا، ثم قال عم زينب اجمع العيال والأطفال في خيمة واحدة. عم زينب البسي إزارك، عم تهيئي للسبي. قالت يا ابن أخي ما الخبر؟ قال عم هذا رأس والد الحسين على رأس الرمح. لما نظرت السيدة زينب رأس أخيها لطمت وجهها وصاحت وأخاه وحسينا. لكن حتى بعد استشهاد الإمام الحسيني عليه السلام يوم عاشوراء لم تسلم تلك الأنامل الكريمة أنامل الإمام الحسين من أيدي الأعداء. فقد روي أن بجل بن سليم الكلبي لعنه الله أقبل إلى الإمام الحسين وهو جثة بلا رأس عار اللباس، ما تركوا عليه شيئا إلا الإزار القديم يسلب، ما تركوا عليه شيئا يسلب. نظر هذا اللعين إلى قاتل في خنصر الحسيني عليه السلام فحاول أن يخرجه ما تمكن لأن الدماء قد جمدت عليه، فتناول اللعين قطعة سيف من الأرض وصار يحس خنصر الإمام الحسيني عليه السلام إلى أن فصله وأخذ الخاتم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم مني ما بقيت وبقي الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أقرأ عليكم هذا الاستفتاء للسيد الشهيد صدري رضوان الله تعالى عليه. مسألة: هل الحجاب في الشريعة العباءة؟ هل الحجاب في الشريعة العباءة أم ليس شرطا؟ أي هل يكفي ما تلبسه المرأة اليوم كالربطة والتنورة؟ هي حتى التنورة هم معكم اليوم بنطلونات صارت ما شاء الله، كالربطة والتنورة والقميص إذا كان ساترا للجسم، خصوصا أن قسما من النساء عاملات وطالبات والعباءة تكون غير عملية أو تسبب لهن إحراجا، هذا من عذر قبيح يعني حقيقة. باسمه تعالى، جواب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، باسمه تعالى يجوز الحجاب في غير العباءة إذا لم يكن مثيرا للفتنة. إذا لم يكن مثيرا للفتنة في غير العباءة، إذا لم يكن مثيرا للفتنة النوعية، ولكننا ننصح بالملابس التي لا تظهر الورك المرأة، لا تظهر ورك
وليس التنورة كذلك، يعني التنورة تظهر ورك المرأة، فكيف بالبنطلون اللي كان غلط؟ إذا هذا اللي الموجود الآن في الشارع خصوصا في محافظة ميسان ما شاء الله ليس بحجاب، ولا حد يقشمر نفسه يقول ملبس بالدين أو مرتي حجاب. الحجاب الحقيقي هو الذي يغطي أضلاع الجسم العريض، الملابس العريضة، حتى لو قلنا بدون عباية. نعم، العباية الإسلامية العريضة التي لا تظهر ورك المرأة وأضلاع المرأة ومجسمات المرأة، هذا الحجاب الحقيقي. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. النقطة الأخرى، أرجو أن تنتبهوا إلى مسألة، أن الأذان في الساعة 11:05 يعني ب11:30 و5 دقائق خلعتيها هيك، والأغلب الأعم 90% من المصلين ما حاضرين وأنا أخطب في الخطبة الأولى، وهذا فيه إشكال في صلاتكم. اعلموا أن في صلاتكم إشكال. أرجو من الأخوة، هذه نصيحة للأخوة للمؤمنين، لأنكم من المؤمنين، أنتم مؤمنون وأنتم قدمتم ما قدمتم، فلا تضيعوا ما قدمتموه ببطئكم لحضور صلاة الجمعة. يعني الساعة 11 حطت نفسك وصل لصلاة الجمعة. 11 يعني أبعد منطقة نص ساعة كلش كافي، توصل قبل الأذان. يعني لحد الآن فرصة الخطبتين ومجاميع جاي تدخل إلى صلاة، هذا غير صحيح ولا تحسب له صلاة. أرجو أن يفهموا ذلك، لأنه إذا كان عمدا هذا فيه إشكال، فأرجو الالتفات إلى ذلك. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. رحمكم الله، شوية على اليمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله